السلام عليكم. دي تالت حلقة من Agents Course. هناخد النهاردة التولز. التول عبارة عن function بعرفها للارج لانجوج موديل. لازم يكون ليها مهمة واضحة ومعروفة. ليه بنحتاج التولز؟ لو سألت دلوقتي ال LLM عن درجة الحرارة في باريس، من غير التول ممكن يفتي من نفسه يقول لك مثلا درجة الحرارة 30 وهي أصلا الجو ساقع، لأن هو بيرد بالمعلومات اللي هو اتدرب عليها. لكن باستخدام التول هيبتدي كونكت على الإنترنت ويجيب المعلومات اللي هو عايزها ويرد عليك ويقول لك درجة الحرارة 10 وإن هي كمان راني. وده بالظبط اللي حصل هنا. لما دخلت على تشات جي بي تي قلت له عايز درجة الحرارة في اسكندرية، فرد وقال لي درجة الحرارة النهاردة والساعة كذا درجة الحرارة 17. لكن لما قلت له without internet ما تستخدمش الإنترنت، فقال لي I can't fetch real time weather data، ما يقدرش يأكسس على درجة حرارة الجو. يبقى هو استخدم الإنترنت تول عشان يأكسس على درجات الحرارة ويجيبها لي. من غير إنترنت ما يقدرش يجيب درجة الحرارة. ودي ال commonly used tools. ممكن استخدم التولز عشان اعمل ويب سيرش، او مثلا استخدم تول بتعمل ايمج جنريشن، او اعمل ريتريفل، اجيب داتا او انفورميشن من external source، او يكون عندي API انترفيس اكسس مثلا على جيت هاب، على يوتيوب، على سبوتيفاي وهكذا. ده سيكونس دياجرام بيورينا لما اليوزر يسأل الايجنت ايه اللي المفروض يحصل. لو عندي تول دلوقتي بيسأل question، بيبعت السؤال ده، الايجنت بيبعت السؤال ده لللارج لانجوج موديل. عندي حالة من حالتين، يا اما انا محتاج التولز يا اما مش محتاج التولز. لو اللارج لانجوج موديل شاف ان هو محتاج التول، هيقول للايجنت دلوقتي احنا محتاجين التول اسمها كذا. يبتدي الايجنت ياكسس على التول، يرجع الداتا اللي هو عايزها، بعد كده يبعتها لللارج لانجوج موديل. ليه؟ عشان هو يعمل فورموليشن. مثلا اليوزر سأل باللغة العربية، يبتدي ال LLM يرد باللغة العربية، سأل بالانجلش يرد بالانجلش وهكذا. ال LLM يرجع ريسبونس للايجنت والايجنت يرجعه لليوزر. لو ال LLM شاف ان هو مش محتاج التول، يرد على طول رد مباشر للايجنت والايجنت يرد على اليوزر. ازاي بقى انا بعمل كاستم تول؟ لو عندي ايجنت فريم ورك زي مثلا كرو اي اي او سمول ايجنت، بكتب انا الفانكشن بتاعتي، بحط عليها ديكوريتور اللي هو اد تول. المطلوب في الفانكشن اللي انا اعملها، انا عندي هنا البارامترز، بكتب التايب بتاع كل بارامتر والتايب كمان بتاع الاوتبوت او ريتيرن فاليو. بكتب ديسكريبشن للفانكشن، الفانكشن دي بتعمل ايه بالظبط. يبقى انا عندي ديسكريبشن البارامترز الريتيرن تايب. ده المطلوب مني وانا بعمل كاستم تول. ايه اللي بيحصل بقى انترنالي؟ الديكوريتور ده بيحول الفانكشن دي لتول كلاس، والتول كلاس ده بيكون متعرف جوه الفريم ورك. التول كلاس نفسه فيه بروبرتيز: النيم، ديسكريبشن، الفانكشن اللي هنادي عليها، الارجمنتس اللي هبعتها، الاوتبوتس ممكن تكون string او list مثلا، وعندي في ميثود كول ممكن ميثود تانية to string. ازاي بقى بعمل الكلام ده بالكود؟ تعال نشوف كده. هعمل نيو فايل هنا، هسميه discover decorator. هاجي هنا اقول له function مثلا function add two parameters a مثلا، ده عبارة عن integer، b نفس الكلام وبيرجع integer. هنا هقول له return a plus b. هاجي هنا اقول له doc string add two numbers. لو جيت اشغل الفانكشن دي print add 1 و 2، هعمل run، طلع لي 3. تعالى بقى دلوقتي نزود عليه add tool. في الحالة دي التول دي عبارة عن function بعرفها function. هقول له def tool وبتستقبل function. ده الديكوريتور. ميزة الديكوريتور بقى ان هو بيستقبل function ويقدر كمان يريتريف منها information وينادي على الفانكشن نفسها. بستخدمه في حاجات كتير قوي. بعرف function inside tool، من الفانكشن دي بنادي على البارامترز اللي موجودة في الفانكشن الأساسية اللي هي add. دي البوزيشن بارامترز ودي الكيورد بارامترز. وفي الآخر بقول له return wrapper.
عشان التول دي تريتيرن الفانكشن دي. تعالى دلوقتي نعمل برنت لاد 1 and 2. هقول له run، رجع لي برضو 3. جميل. طب ايه اللي حصل دلوقتي؟ تعالى نعمل ديباج هنا. يبقى اكشوالي هو ما شغلش الفانكشن دي، ده هو طلع الاول هنا الفانكشن اللي هي تول، وبعدين نادى على الفانكشن اللي هي اد، لان دلوقتي تول استقبلت اد. ودي الارجز اللي هي الارجمنتس 1 2، والكيورد ارجمنتس هتلاقي امتي، هتلاقيها فاضيه. يبقى كأنه نادى بالظبط على اد وبعدين 1 2 هنا اللي هي التوبل دي. دي ببساطه تعريف ديكوريتور اللي هو التول اللي احنا عملناه ده. تعالى بقى نجيب من الموقع بتاع هاجن فيس التول كلاس نفسه والاكزامبل اللي هو مديهولنا. معرف لي الفانكشن كالكوليتر، هاخده كوبي واجي هنا اقول له مثلا discover tool، هعمل بيست واجي هنا ده التول كلاس نفسه اللي اتكلمنا عليه، هعرفه في الاول وناقص بس الفانكشن نفسها اللي هي tool اللي هي دي. هناخدها واحده واحده. عندي الكلاس اهو، وادي الفانكشن اهي tool. تعالى بقى نعمل بريك بوينت هنا، بس هنبص شويه على الكود. هزود import inspect، وتعالى عند tool هنا هعمل debug بريك بوينت. تعالى نشغل كده. لما نديت دلوقتي على calculator.toString اوريدي الفانكشن دي مش موجوده هنا. تعالى بقى نبص واحده واحده. دي الفانكشن اللي هي calculator، تمام. هعمل لها inspection، هجيب السيجنتشر بتاعتها. دلوقتي السيجنتشر فيها ايه؟ بيقول لي دلوقتي انت عندك two parameters A and B ونوعهم integer عشان انا هنا معرفهم، هنا int وهنا int. عندي بعد كده حاجه اسمها البارامتر annotation name. قال لي دلوقتي عندك parameters dot name، او البارامتر دوت نيم اللي اسمه A والنوع بتاعه integer، والتاني برضو B هيبقى نفس الكلام. بقى كده عرفت اجيب البارامترز الموجودين عندي والتايب بتاع كل بارامتر. دي الميزه لما يكون عندي ديكوريتور، ان انا بانسبكت الفانكشن دلوقتي اقدر ابعتها لللارج لانجوج موديل، اقول له دلوقتي عندي فانكشن اسمها كذا وكمان بارامترز اسمهم كذا، او ريتيرن تايب عباره عن مثلا انجر او سترينج او تيفر. ده الريتيرن بتاع الاوتبوت اللي هو ده signature.return annotation. وهنا الفانكشن دوت دبل اندرسكور دوك، دبل اندرسكور دي بتجيب لي الدوك سترينج اللي هي description multiply two integers اللي هي دي. عشان كده بيقول لك لما تبعت فانكشن وعايز تستخدمها as a tool لازم تعرف هنا البارامتر تايبس وكمان الاوتبوت وكمان description عن الفانكشن دي، عشان اللارج لانجوج موديل يكون عنده صوره كامله عن التول دي ويقدر يناديها او يقول للايجنت نادي على التول دي لما السيناريو يحتاج. وهنا الفانكشن نيم اسمها calculator، جبت هنا كمان النيم. بعد كده بكريت انستنس من الكلاس اللي اسمه tool. تعالى بقى نطلع هنا عند tool، نعمل هنا بريك بوينت وهنا كمان. يبقى هنا بستقبل النيم، عندي tool اسمها calculator دلوقتي، description بتاعها multiply two integers
الفانكشن اللي انا هنادي عليها لو احتجت لها اسمها كالكوليتر. الايجنت بينادي عليها وقت اللزوم. الارجمنتس، وعندي الاوتبوت نوع انجر. تمام. نادي بقى الفانكشن دوت تو سترينج. الفانكشن دي موجوده فين؟ الفانكشن دي موجوده هنا في التول كلاس. قدرت اعمل راب للفانكشن بتاعتي او التول بتاعتي عشان انادي على فانكشنز معينه، او انادي على التول نفسها اللي هي كالكوليتر. تمام. تو سترينج هترجع لي، هتقول لي التول نيم عباره عن كالكوليتر مثلا، ديسكريبشن، الارجمنتس، الاوتبوتس، ودي اللي انا محتاج ابعتها لللارج لانجوج موديل. الكول بقى دي هي اللي بتنادي على التول نفسها. رجع لي هنا تول نيم، كالكوليتر، ديسكريبشن، ارجمنتس، اوتبوتس. كده عرفت كل المعلومات عن الفانكشن اللي اتحولت لتول دلوقتي. خلي بالك لو انا شلت اد تول دلوقتي مؤقتا كده، وهقول له دلوقتي تايب اوف كالكوليتر، دلوقتي نوعها فانكشن عاديه. لكن لو زودت اد تول وهقول له تايب، تتوقع ايه؟ صح، بقت دلوقتي عباره عن انستنس من الكلاس اللي اسمه تول. ولو جيت دلوقتي انادي على كالكوليتر وابعت لها ارجمنتس، رجع لي 6. ده العادي. لكن رجعها ازاي؟ تعالى نعمل هنا بريك بوينت ونشغل كده. دخل هنا على تول وعمل انستنس من كلاس اللي اسمه تول زي ما احنا عارفين، وبعدين هينادي على الفانكشن نفسها، يقوم منادي على كول. ماشي، يعني انا دلوقتي ناديت على الفانكشن اسمها دبل اندرسكور كول دبل اندرسكور، وبعت له الارجز اللي هي هنا في الحاله دي 2 و3، وهنا الكيورد ارجمنتس عباره عن empty dictionary. هتقولي طب ما هو كان من الاول خلاني اعمل كلاس اسمه تول. لا، هو عايز يمبلمنت هو الكلاس نفسه ويعدل فيه زي ما هو عايز. انت اعمل الفانكشن بتاعتك سيمبلي تأدي وظيفه معينه، وهو بعد كده هيعرف ينادي عليها. تمام، بالطريقه بتاعت الفريم ورك، حسب الفريم ورك اللي انت بتستخدمه. ودي الطريقه اللي ببعت بيها التول ديسكريبشن لللارج لانجوج موديل. بقول له دلوقتي you are an AI assistant designed to help users efficiently and accurately. Your primary goal is to provide helpful, precise and clear responses. You have access to the following tools. دي الحتة بقى المهمة. Tool name, calculator, description, multiply to integers. Arguments A عبارة عن integer والB integer outputs integer. جبت منين الكلام ده؟ جبتها من التول ديكوريتور اللي عمل تول انستنس، وقدرت اريتريف الانفورميشن بتاعت التول فانكشن اللي انا عملتها بايدي. تمام، ببعت اللارج لانجوج موديل المعلومات دي، وهو بيقدر يقرر لما يحتاج التول دي يقول لي دلوقتي نادي على التول الفلانيه، وبعت لها الارجمنتس مثلا 2 و3، وانا نادي عليها كايجنت وابعت لها الارجمنتس عشان ارجع ريزلت. وده اللي هنشوفه ان شاء الله في الحلقه الجايه. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. اشوفكم الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.